بيبدأ فيلمنا مع المحامي جيني بيل وبيقرا للتوأم سيمون مروان وجان مروان وصية أمهم المتوفية نوال مروان، وبتقول الوصية إن كل ما تملكه يتم تقسيمه بالنص بينهم، وإنها تخش القبر بدون تابوت عارية ووشها للأرض ومفيش اسم يتناقش على قبرها، وإن في ظرفين، والوصية الأولى تتسلم لجان ومطلوب منها إنها تدور على والدها، والتاني لسيمون إنه يدور على أخوه يسلمهوله، ولما يتم تسليمهم ساعتها ممكن يكتبوا اسم والدتهم على القبر حسب وصيته. سلم المحامي ظرف تاني لجان فيه سلسلة بتاعت والدتها وجواز السفر بتاعها. بيعترض سيمون على الوصية وبيسيب المحامي وبيمشي، وبتنزل أخته وراه وبتقوله إنها قررت لازم تنفذ وصية أمها، وتلجأ جان لدكتور نيف اللي شغالة معاه وتحكيله عن والدتها وعن وصيتها، ويقترح عليها تدور على نقطة البداية عشان تبدأ في طريق البحث عن والدها. بتقوله إن والدتها كانت دايما بتتكلم عن منطقة ديروم في منطقة فؤاد، وبيديلها الدكتور رقم مدرس في جامعة درش اسمه سعيد حيدر وإنه ممكن يساعدها. وبتفتكر جان الأيام الأخيرة لوالدتها أيام ما كانت معاها في حمام السباحة، كانت ساكتة تماما بدون سبب وانتقلت المستشفى وبعدها توفت. وبنبدأ بقصة نوال اللي كانت بتحاول تهرب مع حبيبها، لكن أخوها بيعترض وبيقتل حبيبها قدامها وبيرجعها تاني للبيت، وبتدخل في حالة اكتئاب طويلة وبتبطل أكل، وبتحاول والدتها تخفف عنها ولكن بيتضح إنها حامل. بيجي وقت والدتها بتخلف ولد وبيتم وشمه في رجله ب3 نقط، وبياخدوا منها الطفل وبيتسلم لست عشان تحطه في دار الأيتام. نرجع لجان وبتوصل منطقة درش عشان تروح جامعة والدتها عشان تقابل الدكتور سعيد حيدر، ولكنه ما بيفيدهاش بحاجة لأنه كان مسافر باريس فترة ما كانت والدتها في الجامعة. اضطر جان تلجأ لشؤون الطلبة وبتديهم صورة والدتها واسمها. بيتعرفوا على المكان اللي كانت فيه نوال أثناء التقاط الصورة دي، والسجن في جنوب البلاد اسمه كفر الرياح. نرجع لنوال بعد مدة طويلة لما بتنتقل لدرش وبتدخل الجامعة، ولكن الوطنيين بيغلقوا الجامعة وبيقفلوا المدارس، وبتقرر انها تدور على ابنها ومبيبقاش الا في المدينة كلها الا دارين ايتام بس، وبتعدي الحدود بحجة انها رايحة تدور على جوزها. وبتوصل دار الايتام وبتلاقي ان كله بنات ولاد انتقلت الى دار الايتام اللي موجود في كفر الخوض من 3 سنين. تعرف ان الدار اتعرضت للقصف لكنها بتروح له برضه وفعلا بتلاقيه بقى رماد. تسأل عن الراجل اللي هناك ان الولاد اللي كانوا هنا راحوا فين، يقول لها ان اهل المدينة ممكن يكونوا خدوا الولاد وطلعوا على المخيم درسي. وبتحزن نوال وبتخاف ان ابنها يكون حصل له حاجة، وبتركب نوال اتوبيس رايح المخيم درسي. بيوقفوا جنود من الشيعات المسيحية وبيقتلوا السواق وبيخلصوا على كل اللي في الاتوبيس مجرد انهم مسلمين. بتطلع نوال الصليب وبتقول انها مسيحية وبيسمح لها انها تمشي، وبيقتلوا طفل من الاتوبيس ويولعوا فيه وبيمشوا. تستمر جان في رحلتها انها تدور على ابوها واي اخبار عنه، بتروح القرية اللي كانت عايشة فيها امها وبتسأل ان كان حد يعرف عنها اي حاجة، وبيدلوها على دار سهى وانها ممكن تكون عارفة امها. وبتروح على الدار وبتسألهم عن اي حد يعرف ابوها او امها نوال. بدأوا يشدوا مع بعض بسبب اسم نوال وانها كانت السبب في فضيحة وعار العيلة كلها. كملت رحلة نوال لحد ما بتوصل لمخيم ديرسي اللي بتلاقي النار ماسكة فيه وبتفقد الأمل إنها تلاقي ابنها، ولكنها بتقرر تنتقم من قائد الميليشيات المسيحية بمساعدة الجماعات للقائد. تقدر تدخل بيته كمدرسة للغة الفرنسية لابنه، وبيجيلها تليفون خلال الليل بيأمرها إنها تنفذ تاني يوم. بتنفذ عملية قتل قائد الميليشيات المسيحية داخل بيته، يتم القبض عليها ورميها في معتقل كفر الرياح. وبنرجع لجان. بتتحرك جان لنوال على منطقة كفر الرياح وتلاقي إن السجن تم إغلاقه تماما بأمر من منظمة العفو الدولية. توصل لحارس السجن وبتعرفه إنها بتدور على أي معلومة عن والدتها. الحارس بيتعرف عليها وبيقولها دي السجينة رقم 72 وهي اللي قتلت قائد الميليشيات واتسجنت لمدة 15 سنة، وقد إيه كانوا بيحاولوا يكسروا عزيمتها بأي شكل ولكنهم فشلوا في الآخر، لحد ما جه أبو طارق أخصائي في التحقيق واغتصبها كذا مرة عشان يكسرها ويمنعها من الغنى. وبقت حامل من أبو طارق وفضلت في السجن لحد ما ولدت وبعدين أفرج عنها. وبتسأله جان عن مكان الطفل اللي اتولد، بيقولها الحارس طبيب اللي ولد السجينة توفى لكنه عارف مكان الممرضة وبيديها العنوان. وبتتصل جان بأخوها سيمون وهي بتعيط وبتحكيله على اللي شافته والدتهم وإن أخوهم اتولد في السجن ولازم يدوروا عليه.
نرجع لنوال وبيظهر كمية المعاناة اللي بتكون فيها وهي بتتعرض للتعذيب في زنزانة انفرادي، لحد ما بيجي أبو طارق. بتتعرض للاغتصاب أكتر من مرة وبتطلع حامل، فبتحاول تسقط الجميل لكن تفشل، فبتولد في السجن. وبنرجع لسيمون إنه قرر يسافر لأخته ويساعدها البحث على أبوه وأخوه، وبيجي معاهم محامي العائلة. ولكن جيم بتكتشف إن أخوها جاي لها عشان يمنعها من البحث مش عشان يساعدها. ولكن جيم بتقوله إنها لقت عنوان الممرضة واسمها مايكا اللي ولدت أمهم في السجن، وبيروحوا يقابلوها بيسألوها إنها كانت تعرف واحدة اسمها نوال مروان، وبتجاوبهم إنها فاكراها كويس وهي اللي ولدتها وربت أطفالها لحد ما هربت من السجن وخدتهم منها، وإنها خلفت في السجن ولد وبنت توأم. صدم سيمون وجان لما يعرفوا إنهم هما اللي مولودين في السجن مش أخوهم، وبيلجأ محامي العيلة للمساعدة من صديقه ممتاز اللي بيجري تحقيق لتعقب مكان أبوه وأخوه، وبيقول لهم إن بالنسبة للأب اللي اسمه أبو طارق هو ملقاش أي شهادة وفاة ليه. بيقول لهم بالنسبة لأخوكم استلمته ست اسمها ليام وهي اللي ودته دار أيتام في كفر كوت في 1970 ويتسجل تحت اسمه نهاد. ولكن للأسف الدار نفسه اتدمر في الحرب بعد 4 سنين من دخول نهاد. اللي دمر الدار لسه عايش وهو الوحيد اللي عارف مصير الأطفال، وهو علاء شمس الدين، وإنه مش محتاجين يدور عليه لأن أول ما يعرف أنت مين هو اللي هيدور عليك. وفعلا بيروح سيمون والمحامي لمخيم الكود عشان يسأل أي حد عن نهاد ويقول إن ابن السجين اللي بتغني ده كل اللي عليه. وساعتها الأخبار توصل للقائد ولاء وهو بنفسه اللي هيحاول يقابله. فعلا بعد ما يرجع البيت بيلاقي 2 تبع القائد، ويوصل للقائد ويطلب منه انه يقول مكان اخوه لان والدته طلبت كده في الوصية. يبدأ القائد ولاء يقول له كان في قرية مسيحية في كفر قدو، بسبب زيادة الهجوم عليها المنطقة دي أخدت كل الأطفال اللي في دار الأيتام، وخدوا الأطفال دربوهم، وكان نهاد واحد منهم وكان موهوب وبيتعلم بسرعة، لكنه كان عاوز يدور على أمه ويلاقيها بأي شكل. وفي يوم طلب من القائد انه يبقى شهيد عشان صورته تملى كل الاماكن يمكن والدته تشوفه، ولكن القائد رفض ورجع لدارش واصبح مستقل. وفي يوم اتقبض عليه واترحل على سجن في كفر الرياض. من هذا اشتغل في السجن جلاد للمسجلين. بعد ما بيخلص سيمون كلامه مع القائد بيرجع للفندق، يقول لأخته ان 1+1 بتساوي 2، مينفعش تساوي 1. جيان ما بتفهمش هو بيقول ايه، فبيقول لها إن 1+1 بيساوي 1. لحظة صمت منهم وبعدها صدمة على وش جان لأنها بتكتشف الحقيقة. وبنرجع للحظة نزول نوال حمام السباحة وبنتها جان وتتعرض للصدمة اللي بتكون بسبب وفاتها. بتنزل نوال حمام السباحة وبتلاحظ شاب قدامها وعلى رجله وشم 3 نقط اللي كانوا على رجل ابنها وهو طفل. بتطلع من حمام السباحة وبتتوجه للشاب وبتقف قدامه، بتفضل ساكتة ومتتكلمش، بتسيبه وبتمشي وبتبدأ صدمتها، وبعدها بيتم نقلها المستشفى وبتموت. بنرجع لتكملة القائد بيكمل قصة نهاد قبل دخوله السجن وقبل ما يشتغل جلاد غير اسمه من نهاد لأبو طارق. أبو طارق أخوك ووالدك في نفس الوقت، وهو اللي اغتصب والدتك في السجن. هو حاليا عايش في كندا تحت هوية جديدة واسم جديد. وبياخد سيمون العنوان من القائد وبياخد أخته وبيروح يقابل نهاد وبيسلمه ظرف من نوال مروان. عرف إن نوال تبقى أم. تم تحقيق وصية أمهم ويقدروا ينقشوا اسمها دلوقتي على قبر، وبنشوف ابنها اللي ملقب أبو طارق واقف على نقش اسمها في الأرض. عجبك الفيلم دوس لايك واشترك في القناة واكتب في الكومنت انت عاوز فيلم ايه. سلام.